قبل 5 سنين أكلت الأكلة هذه في فرنسا وظلت معلقة في راسي، خصوصا مع البيوريه هذا، فحبيت أسويها لكو هدية لرمضان. كل عام وأنتم بألف خير. عندي كيلة لحم عجل زي ما انتم شايفين، تقطيع كبير نسبيا. الآن بحطهن فطحين، شايفين بالشكل هذا. شوية زيت زيتون وزبدة، مهم جدا يكون حامي 100%. بسم الله. توفيرا للوقت ودنا طاسة ثانية، 3 رؤوس بصل، 4 سنون ثومة وجزرتين. بنحط عرقين 3 زعتر بالشكل هذا زي ما انتم شايفين. 4 ورقات ورق غار. تقريبا ملعقتين طحين، برضو ملعقتين كبار معجون طماطم. الآن بننزل في اللحم طبعا مع الزيت تبعه. الآن بننزل في المية، بدي أخليه يغلي 10 دقايق هنية، بعدين بدخله على الفرن. بقدونس بالشكل هذا عشان الريحة كمان. فلفل أسود حسب الرغبة. طيب بدي أدخله على الفرن ساعة على درجة حرارة 200 إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بطلع ورق الغار. عندنا 400 جرام فطر. بقلى الفطر شوية. الآن بنزل في الفطر، برضو ضبط الملح. برجع فقط ربع ساعة. الآن جاهز هو. قشرت 5 حبات بطاطا، برضو بدي أقطعهن عشان أسرع في الاستواء، من 20 ل 25 دقيقة. طيب زي ما انتم شايفين خليت شوية من المية، يعني تقريبا تعال نقول نص كوب. شوية زبدة. بسم الله. 3 ملاعق زبادي يوناني. ملح. بسم الله. لطفا شاركوا الفيديو إذا حبيتوه، في حفظ الله تعالى.